الحكاية بتبدأ في مدينة صغيرة في إسبانيا. فيسنتي دخل سوبر ماركت وبدأ يخبي أزايز جوه الجاكيت بتاعه، وفي الوقت ده ابنه إيان كان واقف بره بيستخدم قوته الخارقة وعمل خداع بصري للبياعة عشان ما تشوفش السرقة. فيسنتي اشترى حاجة بسيطة عشان محدش يشك فيه وخرج، بس إيان كان لسه مثبت الخداع ده لحد ما أبوه يلاقي العربية النقل بتاعتهم. فجأة مجموعة بنات عدوا من جنب إيان وقعدوا يتريقوا عليه ويقولوا إنه مجنون. الإهانة دي خلت تركيزه يهرب والخداع البصري اتكسر. البياعة جوه لقت الأزايز ناقصة فمسكت شاكوش وطلعت تجري ورا فيسنتي. إيان اتوتر وحاول يعمل خداع تاني ويبين إنه معاه مسدس، بس الست ما خافتش وفضلت مكملة. الخوف سيطر عليه وبدون ما يقصد ضرب نار حقيقي. الست وقعت، وفي اللحظة دي ذكريات الست كلها غرقت دماغ إيان، وطبعا ده كان خداع بصري ومفيش مسدس أصلا. صوت سراين البوليس بدأ يعلى. فيسنتي شد ابنه للعربية وهربوا بسرعة. لما الضابط وصل للست لقى الجرح اختفى كأن مفيش حاجة حصلت أصلا. وهم بيجروا بالعربية البوليس كان وراهم، فإيان لف المراية بتاعة العربية عشان يعكس قوته على الضباط وخلاهم يتخيلوا إنهم ماشيين في طريق تاني خالص. أبوه زعق له وحذره إن استخدام قوته بالشكل ده متهور. الخداع نفع لفتحة، بس أول ما بعده كل حاجة رجعت لأصلها والبوليس عرف إنه اتخدع والمطاردة رجعت تاني. إيان قعد يجادل أبوه وسأله ليه عايشين مستخبيين كده وإحنا ممكن نبقى أغنياء بقوتي دي، بس فيسنتي عفض وقال له إن ده هيجيب ليهم ناس غلط. ولما سأله مين هم الناس دي أبوه سكت ومردش. أول ما وصلوا الشاطئ إيان عمل خداع بصري جبار. الضابط شاف نفسه في وسط عاصفة تلج مرعبة والهوا بيلعب حواليهم. تاني يوم في الصبح إيان وأبوه صحيوا في سفينة مهجورة وده كان بيتهم السري. إيان كان بيحلم بأمه وهي بتغنيله وهو صغير بصوت حنين، بس فجأة صرخت صرخة مرعبة خلته يقوم مفزوع من النوم. إيان كان مهزوز من جوه، وبمناسبة عيد ميلاده فيسنتي حاول يخلي اليوم مميز. حضر له فطار معتبر في الصبح وفرجه على صورة قديمة لأمه وهي معاه في اليوم اللي اكتشف فيه قوته لأول مرة. لما إيان طلب يروح يلعب في الأركيد عشان يعيش يوم طبيعي أبوه مرضيش، فالولد اتعصب ودخل أوضته يطلع غله في المانيكان بتاع التدريب وبعدين قرر يهرب من الشباك. في المدينة الضابط كان بيحكي للبارمان عن العاصفة التلج الغريبة، وكان في راجل اسمه المستبشر The Perceiver. سامع الكلام ده، الراجل ده عنده نفس قوة الخداع البصري واستخدم قوته وقدر يخلي الضابط يغمى عليه من غير ما حد يحس. في الليل فريق خاص حاصر السفينة المهجورة، والدكتورة أدريانا دخلت لفيسنتي وكأنها صاحبته القديمة وقالت له إنها تبع الوكالة وعايزة تعرف إيان فين. لما رفض يتكلم قعدوا يضربوه عشان ينطق، بس فجأة جالهم خبر إن إيان اتلمح في صالة الألعاب في الأركيد. إيان ما كانش يعرف إن المستبشر واثنين من العملاء بيقربوا منه. المستبشر اتحرك بسرعة، خد عميل ورا الستارة وقضى عليه واستخدم جهاز اللاسلكي بتاعه وقلت صوته وقال إن في مستبشر في المنطقة. الخدعة نجحت وأدريانا بلغت كل الرجالة يركزوا على الهدف الجديد ده. وسط الزحمة واللخبطة عميل لمح المستبشر وقعد يضرب نار، بس الرصاص ما جاش في حاجة لأنه كان خداع بصري. المستبشر الحقيقي كان واقف بعيد بيتفرج وبيحاول يعمل فخ لإيان، بس عميل تاني غدر بيه ولبسه خوذة على راسه وقفت قوته خالص، وبدأت خناقة ضرب نار وبوكسات بينهم في أوضة ضلمة. ببوكس أخير المستبشر رمى المانيكان على الحيطة وهدها، بس لقى نفسه متحاصر من فريق كامل. رغم عدد الرجالة الكبير قدر يقضي عليهم واحد ورا التاني بكل سهولة، كأن الناس اللي بتلعب حواليه مش موجودة أصلا. بعد ما وقعهم كلهم خلع الخوذة من على راسه وكمل تدوير على إيان. في الوقت ده إيان كان مع إستر وعميل تاني وخدوه بره المكان لحد ما وصل لعربية فان فيها الدكتورة أدريانا. قالت له إنه مش لوحده وفي ناس زيه كتير، وبعدين فاجئته بأبوه فيسنتي وهو مخطوف ومتربط. إيان ما كانش قدامه حل غير إنه يستسلم، بس أول ما ركب العربية كتفوه ولبسوه الخوذة عشان يوقفوا قوته وخدوا منه عينة دم بالعافية. لما المستبشر وصل للشارع كانت العربية مشيت، فعمل خداع بصري لعربية أطفال بتجري في وسط الطريق عشان يعطلهم. السواق خاف كان هيقف، بس أدريانا كشفت اللعبة وقالت له يكمل مشي وما يقفش. إيان فاق في مبنى الوكالة والدكتورة أدريانا وقفت قدامه تحكي له السر اللي مخبيينه. قالت له إن في حرب ضد منظمة سرية اسمها الضمير، وهم ناس عندهم نفس قوته وبيتحكموا في الحكومات من سنين. وقالت له إن المستبشر
المستبشر هيحاول يضمه لصفهم، ولو رفض هيقضي عليه، فعرضت عليه ينضم للوكالة بدل منهم. الأهم من كل ده إنهم محتاجين السر اللي في دمه عشان يطوروا طريقة يعطلوا بيها قوة الأعداء. ولما بدأت تعمل له اختبارات وقال لها إنه مش بيعرف يصور بني آدم كامل، ما رضيتش تصدقه. الدكتورة أدريانا بدأت تضغط عليه أكتر وتجبره على اختبار صعب، وقالت له إن قوته بتتحرك بالمشاعر القوية. فرجته على صورة أمه وفكرته بطفولته الموجعة، والذكريات دي خلت إيان ينفجر ويعمل خداع بصري جبار. فجأة لقوا نفسهم واقفين على شط بحر كبير والهوا بيلعب حواليهم، ولمح الدبانة بتلف حواليها. الدكتورة كانت مبهورة وقالت له يثبت الدبانة دي في خداع بصري دائم، بس إيان فقد أعصابه وقفل الخداع كله وصمم يشوف أبوه. أول ما شاف فيسنتي، أبوه حذره إن الوكالة هتستخدمه كفار تجارب بس، لكن أدريانا ادت لإيان حل تاني: ادخل جوه ذكريات أبوك وشوف بنفسك. وهنا إيان اكتشف قوته التانية، دخل عقل فيسنتي وشافه وهو شاب شغال في الوكالة، ولما الحال اتقلب والإنذارات ضربت انتهز الفرصة وسرق إيان وهو لسه بيبي صغير وهرب بيه بعد ما قضى على الحراس. إيان اتصدم لما عرف إن فيسنتي مش أبوه الحقيقي، بس الدكتورة رمت له طعم جديد قالت له إن أمه ممكن تكون لسه عايشة. في الليل الدكتورة قابلت رئيسها الأمريكي وفرجته على نتيجة تحليل دم إيان، وقالت له إن الولد ده معجزة لأنه أول واحد يتولد بقوة المستبشرين وورثها من أهله. الأمريكي صمم ياخد السر ويقضي على الولد، بس هي رفضت لأنه الوحيد اللي هيقدر يقف قدام البغل. بس الراجل كان بيعتبر إن الموضوع ده مجرد أسطورة. في مكان تاني دكتور في المعمل ضحك بخبث لما لقى إن نشاط أعصاب إيان وصل ل 204%. وسط الأحداث دي إستر دخلت لإيان وقالت له إنه مجرد فار تجارب، وعرضت عليه يهربوا. وهم نازلين الحراس حصروهم، بس إستر طلعت وحش وبالعصاية والصاعق قضت عليهم كلهم في دقايق. إيان صمم ياخد فيسنتي معاه عشان يعرف بقية الحقيقة، وهربوا بالعربية والرصاص بيمطر حواليهم، والولد بيزعق لفيسنتي بسبب كذبه. وفي قلب المبنى الدكتور الخبيث طلع سلاح وفجأة بدأ يضرب نار على كل الموجودين. جوه أوضة المراقبة الدكتور قعد يراجع الكاميرات بكل ثبات، وقبل ما يخرج كشف عن هويته الحقيقية. طلع هو نفسه المستبشر اللي كان بيطارد الكل. وفي الوقت ده إيان كان شغال تلاعب بحراس الوكالة، عمل لهم خداع بصري خلاهم يضربوا نار في الهواء وفي اتجاهات غلط خالص. ولما وصل لطرق الجبل السريعة سواقته المتهورة خلت العربية تتقلب بيهم وسط الشجر. بعد لحظات وصل المستبشر لمكان الحادث. إيان حاول يثبته فورا وعمل خداع بصري يبين إن المكان فاضي وما فيهوش حد، بس المستبشر ابتسم ببرود ومشي وسابهم. التلاتة لقوا موتيل قديم ومتهالك عشان يستخبوا فيه. وتاني يوم في الصبح إيان وإستر طلعوا يقضوا وقت على السطح، ولما رجعوا الأوضة لقوا فيسنتي غايب عن الوعي من كتر الشرب. إيان كان لسه متعطش للأسئلة، فقرر يدخل جوه ذكريات أبوه تاني، وشاف أدريانا وهي ماسكة ملف المريض اسمه كامينسكي ومكتوب إنه هيتنقل لبولندا، وشافها وهي بتوصي سواق عربية فان إنه يحقن التركيبة. وفي وسط الزحمة إيان لمح شخص ملثم ورا السواق. الشخص ده كان ناقص 3 صوابع من إيده. المنظر صدم إيان لدرجة إنه فقد اتصاله بالرؤية وفاق. عشان يمشوا دنيتهم إيان راح البنك واستخدم قوته وإدى الموظفة ورقة فارغة تماما، بس خلاها تشوفها كأنها شيك، والست ادته الفلوس من غير تردد. أول ما خرج الوهم راح والموظفة بلغت الأمن، بس إيان وإستر فص ملح وداب وهربوا قبل ما حد يمسكهم. رجعوا الموتيل وإستر كانت قاعدة تتملح بالفلوس اللي سرقوها وتلعب بيها قبل ما تدخل تاخد دش. بس إيان ما كانش مرتاح، خصوصا إن فيسنتي اختفى. فجأة عربية وقفت بره. إيان طلب من إستر تستخبى وجهز خداع بصري للأوضة، ولما دخل المستبشر شاف الأوضة مهجورة وفاضية. بس إيان وقع في غلطة قاتلة، نسي يغطي المراية والخداع البصري مش بيبان في الانعكاسات. المستبشر كشف اللعبة وهجم على إيان، والولد كان قاعد يبدل في الأوهام عشان يدوخه، بس التاني كان كشفه وصادت كل حركاته. إيان جرب الصاعق بتاع إستر وحتى الكرسي، بس مفيش فايدة. المستبشر رزعه في الحيطة ودخل جوه عقله وشاف الحقيقة. عرف إن إيان سرق البنك عشان يسافر بولندا ويدور على العلماء اللي عملوا فيه كده. إيان غاب عن الوعي والمستبشر سابه ومشي بكل هدوء. بعدها إيان حلم بأمه تاني، بس فيسنتي صحاه وهو بيزعق ليه ومنهار بسبب خبر سرقة البنك اللي بقى ترند في كل حتة. إيان ما سماش عليه ورمى اللوم
كله على أبوه وناداه باسمه فيسنتي مش بابا، والجو بينهم ولع نار وخناقة كبيرة قامت. فيسنتي حط إيان قدام اختيارين ملهمش تالت، يا يكمل في الطريق المتهور ده اللي آخره وجع قلب، يا يسيب كل حاجة ويفضل معاه. إيان ما ترددش لحظة واختار إنه يسافر بولندا لوحده. في الوقت ده أدريانا والأمريكي كانوا بيتتبعوا الفلوس اللي اتسرقت عن طريق الأرقام التسلسلية، وعرفوا إن إيان اشترى تذاكر قطر لبولندا. بعد فترة وصل إيان وإستر لبولندا وبدأوا يدوروا فورا على المعمل. هما ما كانوش يعرفوا إن العملاء مستنيينهم هناك، بس قبل ما حد يلمسهم ظهر المستبشر وقضى عليهم كلهم بكام طلقة سريعة. إيان وإستر وصلوا للمعمل وكان عبارة عن مبنى قديم ومهجور. إيان افتكر المكان من أحلامه، بس حس إن في حاجة غلط. صمم إن المكان لازم يكون أكبر من كده، وقعد يخبط على الحيطان لحد ما سمع صوت فراغ، فكسر الحيطة ولقى أوضة مستخبية مليانة ملفات وورق. وسط الورق ده لقى نوتة مكتوب عليها مشروع الوعي، وجواها صورة أمه. أول ما شافها ذكريات أمه غرقت دماغه، ولما إستر قلمت الصورة لقت صدمة مكتوبة ورا: جد إيان هو العالم اللي كان بيعمل التجارب دي، وهو اللي استخدم بنته كفارة تجارب. في الليل فيسنتي كان قاعد في السفينة بيشرب عشان ينسى همومه، ودخلت عليه أدريانا وبصت له باحتقار وقالت له: كفاية شرب وقوم خليك أب بجد. نرجع للمعمل. إيان اتفاجئ إن إستر هي اللي دخلت المستبشر جوه، قالت له إنها بتساعده يوصل للأسئلة، بس إيان ما كانش واثق فيه وطلع مسدسه فورا. المستبشر ضحك ببرود وقال له إن المسدس ده خداع بصري، ومشي ودخل وسط الأوهام وكأنه مش شايفها. إيان بدأ يعمل نسف كتير من نفسه في كل حتة عشان يدوخه، بس المستبشر فضل هادي وبص لإستر اللي شاورت له بإيدها على إيان الحقيقي. المستبشر حاصل إيان ورفع مسدسه، وهنا فجر أكبر مفاجأة في الحكاية. قال له: أنا أبوك الحقيقي، وحكى له إن وقت الحرب الباردة في عالم اخترع تركيبة قوية وحقنها في مجموعة متطوعين، منهم بنته ومنهم المستبشر نفسه. التجربة دي هي اللي ادتهم القدرات الخاصة دي وحولتهم لجواسيس صفوة يقدروا يتحكموا في العقول. بعد ما الحرب خلصت الحكومة ما بقاش ليها مصلحة مع الجواسيس دول وخافوا منهم، فبدأوا يقضوا عليهم واحد ورا التاني. وهنا ظهر البغل ذا ميول، وده كان أقوى مستبشر فيهم، ولما حاولوا يموتوه كشف عن قوته التالتة وهي التحكم في العقول، وقدر يخلي أعدائه يقتلوا بعض. البغل جمع الناجين وعمل منظمة الضمير وعلمهم ازاي يعيشوا حياة طبيعية مستخبيين. السر الكبير ان كل المستبشرين كانوا ما بيخلفوش، بس المستحيل حصل وإيان اتولد هو اول مستبشر بالفطرة. وسط ما العملاء بيهجموا على المبنى، المستبشر ابو إيان طلب من إستر تاخد الولد وتهرب بيه على بيته في مدريد، وهو فضل يحارب الكل لوحده بمنتهى الشراسة، واستخدم خداع بصري لعناكب بتمشي عليهم عشان يشتتهم، بس في الاخر قدروا يلبسوه الخوذة ويعطلوا قوته. إستر طلعت مهارة مرعبة وقدرت توصل إيان للسطوح وتهرب بيه بعيد. في الوكالة بدأوا يعذبوا المستبشر بجهاز بيحلل جسمه، وكان بيصرخ من الوجع لحد ما أدريانا وقفت الجهاز، والتقارير قالت إن دمه ما فيهوش التركيبة الكافية وإن إيان هو أملهم الوحيد. وهو في زنزانته المستبشر طلب مية، ولما الروبوت قرب منه بص للكاميرا واستخدم قوته التالتة التحكم في العقول، وخلى الفني اللي ورا الشاشات يقتل زمايله ويفتح له باب السجن. إيان وإستر وصلوا بيت مدريد، وهناك الشغالة قالت لهم الصدمة الكبيرة: أم إيان لسه عايشة، بس بسبب التجارب بقت في حالة شلل رعاش وغياب تام عن الوعي. إيان قرب من أمه بالراحة، وفي اللحظة دي وصل المستبشر وقال له إنها لسه موجودة في جزء صغير من عقلها لسه سليم. إيان مد إيده ودخل جوه وعيها، وفي عالم الذكريات اتقابلوا تاني وجسمها في الواقع بدأ يترعش. المستبشر دخل معاهم الرؤية وفرج إيان على كمية العذاب اللي أمه شافته تحت سيطرة الوكالة. وهنا ظهرت المفاجأة: أمه قبل ما تتخطف زرعت ذكرى وعقله الباطن، ذكرى متشفرة فيها التركيبة السرية، والمفتاح كان لعب أطفاله القديمة. المستبشر شاف إن دي فرصته عشان يغير العالم، وحاول يسحب الذكرى دي بالعافية، بس في حاجز منعه. إيان فهم إن أمه ما كانتش عايزة السر ده يقع في إيد حد، بس أبوه ضغط أكتر، والصراع ده عمل ضغط رهيب على عقل الأم لحد ما كلهم رجعوا للواقع بصدمة. في لحظات أمه الأخيرة إيان عمل الحاجة الوحيدة اللي كان يقدر يعملها، غنى
وغنى لها نفس الأغنية اللي كانت بتغنيها له وهو صغير. دموعه نزلت وهي بتفارق الحياة، وفجأة الهدوء ده انكسر لما رجالة الوكالة هجموا على الأوضة. من كتر الحزن والقهر في حاجة جوه إيان انفجرت، والأول مرة قوته التالتة صحيت. بأمر واحد منه العملاء اتجمدوا في مكانهم وبدأوا يقضوا على بعض وهم مش فاهمين بيعملوا كده ليه. إيان خرج للطرقة وكان بيغلي من جوه، وكل ما يشوف حد يأمره يسلم نفسه ويهد صحته بالتحكم في عقله. إستر كانت واقفة وراه مرعوبة من اللي شايفاه. العملاء هربوا لبره عند أدريانا، بس إيان خرج وراهم وقوته كانت مغطية المكان، خلى الكل يركع على ركبه والسلاح في إيديهم. كان خلاص هيقضي عليهم تماما، بس فيسنتي ظهر وبدأ يزعق لإيان يوقف، وحذره إن المستبشر بيلعب بمشاعره وبيجره لطريق ملوش رجوع. المستبشر رمى سلاح تحت رجل إيان وقال له لو عايز تنتقم اخلص على فيسنتي كمان، بس إيان كان تركيزه مع الوكالة بس. فيسنتي انفجر واتهم المستبشر إنه بيتلاعب بالولد وعامل فيها أب وهو ما كانش موجود أصلا، وبدون تردد المستبشر رفع سلاحه وضرب نار على فيسنتي. صوت الرصاصة خلى إيان يفقد سيطرته، والعملاء فاقوا والمستبشر خطف إستر وهرب بيها. فيسنتي كان بيلفظ أنفاسه الأخيرة وطلب من إيان يدخل عقله لآخر مرة. جوه الذكرى إيان شاف الحقيقة اللي كانت غايبة عنه. أمه هي اللي اتحايلت على فيسنتي عشان ياخده ويهرب بيه ويحميه من المعمل. إيان حس بذنب رهيب واعتذر للراجل اللي رباه، والأول مرة ناداه بكلمة بابا. عاشوا مع بعض لحظة أخيرة وهم بيصطادوا سمك في هدوء، ولما الرؤية خلصت كان فيسنتي خلاص فارق الحياة. بقلب مليان وجع إيان مسك السلاح اللي وقع من أبوه وقرر يقضي على المستبصر. تتبع أثره لحد ما وصل لعمارة جنبهم فيها حفلة صاخبة ومزيكا عالية، وقدر يسمع صوت إستر بتستغيث. شق طريقه وسط الزحمة لحد ما شافهم. المستبصر كان مثبت إستر بالسلاح. إيان قعد ينهج وهو بيحاول يلم أنفاسه، وترجى المستبصر إنه ما يأذيش إستر. بس هنا أدريانا فجرت قنبلة ورمت في وشه الحقيقة المرة. إستر مش حقيقية. المستبصر كان حابس إيان في خداع بصري دائم من أول لحظة شافوا فيها في صالة الألعاب. عقل إيان بدأ يلف والواقع اتكسر قدام عينيه. اكتشف إنه هو اللي عمل كل البطولات اللي شاف إستر بتعملها. هي مش كائن من لحم ودم، دي كانت مجرد وهم مزروع في عقله الباطن. الدموع نزلت من عينيه وهو حاسس بكسرة القلب والغدر. بس فجأة إستر اتكلمت وقالت له إن مشاعرها وحبه ليه كانوا حقيقيين. وسط حالة الهلع دي إيان مردش غير بالرصاص. سحب الزناد والرصاصة اخترقت الوهم ولبست في قلب المستبصر اللي وقع ميت، ومع موته الخداع انكسر. سواء كانت حقيقية أو لسه بقايا وهم، جريت على إيان وحضنته وهو منهار من العياط على كتفها. بعد فترة إيان صمم إنه يعمل لأمه والفيتشانتو مدافن تليق بيهم، وواقف في المدافن يودعهم لآخر مرة. إدريانا جت تزوره وحاولت معاه للمرة الأخيرة. قالت له إنها محتاجة التركيبة ولازم يختار صف يحارب معاه، بس إيان رفض تماما وقرر إنه مش هيكون جزء من الحرب دي. مشي مع إستر عشان يبدأوا حياة جديدة وركبوا العربية النقل، والمرة دي إيان ما ترددش. قبل ما يتحرك بسها بكل حب وطلع بالعربية. وهو ماشي لمح إدريانا في المراية وهي واقفة بتتكلم مع رئيسها الأمريكي، بس الصدمة إن إيان لما بص في مراية العربية الأمريكي ما كانش له انعكاس. إدريانا هي كمان كان معمول لها لوب ومحبوسة في وهم وهي مش دارية. لو عجبكم تحليل النهاية الملعوبة دي وتصوير المرايات اللي كشف المستور، ما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك في عراب الأفلام.